الناس اللي عايز تعمل شوكولاتة دبي وما عندهاش كنافة او بتدور على بديل يكون صحي وكمان اكسترا قرمشة، يبقى الفيديو ده ليكوا انتوا. تعالوا نشوف هنعمل وصفة النهاردة ازاي وايه البديل اللي هنستخدمه بدل الكنافة. يلا بينا. نيجي بقى للطبقة الأولى وهي طبقة الكيك. معايا حبة من البيض، عليها طبعا رشة من الفانيليا، معلقتين كبار من السكر، وهنزل عليهم بربع كوب من الزيت، وهضرب الكلام ده كله كويس قوي مع بعض بالمضرب اليدوي. طبعا ممكن تستخدموا كيك جاهز، بس انا حبيت اعمل الكيك بايدي علشان اتحكم في نسبة السكر وما يبقاش سكر الكيك عالي قوي، خصوصا الطبقات التانية هيبقى فيها نسبة عالية من السكريات. طبعا ميزة ان احنا بنعمل حاجة في البيت ان انا بتحكم في نسبة السكر، ولو حاجة حادقة بتحكم في نسبة الملح وفي المادة الدهنية اللي انا بحطها وهكذا. وانا في العادي ما بحبش ان انا اجري ورا اي ترندات، لان الحاجات دي يعني بتبقى نسبة السكر فيها عالية كتير قوي، فيفضل ان احنا يعني ناكل منها قطعة بسيطة كل فين وفين لما نجيبها، علشان الحاجات دي بتبقى ضارة بالصحة. بعد ما ضربت البيض كويس قوي مع السكر والزيت، حطيت نص كوباية من اللبن. عندي هنا بقى كوب من دقيق الضحى، عليهم معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر، وهنزلهم طبعا بعد ما هنخلهم، وبعد كده هبتدي ان انا اقلبهم كويس بالمضرب. طبعا انا عاملة كمية قليلة عشان انا عاملة كيكة صغيرة. بعد كده احط معلقة صغيرة مليانة من الكاكاو. انا في العادي لما باجي احط كاكاو مش بكتره، بحط تدريجيا لحد ما اشوف اللون اللي انا عايزاه. انا بالنسبة لي اللون ده كده كويس قوي، فمش محتاجة كاكاو تاني. عايزه اوريكم بقى القوام بتاع الكيك عامل ازاي. كده بالنسبه لي مظبوط. انا هسويها من على البوتاجاز من فوق، وانا كنت عملت معاكم قبل كده تورته بتاعه كيكه الطاسه، هبقى احط لكم لينك الفيديو في اخر الفيديو بتاع النهارده. المفروض ان احنا نستخدم الطاسه تيفال، انا على طول بستخدم التيفال، فانا حبيت المره دي ان انا اجرب في الالومنيا وكانت مش حلوه معايا. هبقى اوريكم في الاخر ايه اللي حصل معايا. فلو مش متوفر التيفال فممكن نستخدم الألمونيا، بس ندخلها تستوي في الفرن. دي عشان هنعملها بقى على البوتاجاز من فوق، فبنحطها على نار هادية، العين الصغيرة، وبنغطيها لحد لما تستوي. يعني بتاخد من 10 دقايق لحد ربع ساعة. هي مش بتطول، بس يعني بعد ال10 دقايق يفضل ان احنا نشيك عليها ونشوفها اذا كانت استوت ولا لا. وهنا بعد ما الكيكة استوت معايا، وطبعا بختبرها بخلة الأسنان، ولما بتطلع نظيفة معايا كده يبقى الكيكة استوت. اللي حصل بقى ان هي يعني اتحرمشت قوي من تحت، شايفين في جزء كده طلع معايا في ورق الزبدة واتحرق، بس الباقي كان مظبوط وكويس. فعشان كده يفضل انكم انتوا تعملوها في التيفال او تدخلوها تستوي في الفرن. طيب نيجي بقى للطبقة التانية وهي البيستاشيو مع الكنافة. لما الكنافة بنحمرها فبتبقى سخنة، فبننزل عليها صوص البيستاشيو علشان بيسخن معاها وبنقدر نقلبهم مع بعض. طبعا انا مش هستخدم كنافة، فباخد حوالي 3 معالق كبار مليانين من صوص البيستاشيو حسب طبعا الكمية اللي احنا هنستخدمها، وبعمله على حمام مائي. والمكون اللي عندي هو الكورن فليكس. زي ما انتوا شايفين مكون كده سهل وسريع ومتوفر وصحي، وفي نفس الوقت مش محتاج بقى ان انا اجيب كنافة ومادة دهنية واقعد احمر، وهي اصلا الوصفة تقيلة وكلها سكريات، فمش ناقصة كمان مواد دهنية تبقى زيادة عليها. خصوصا ان احنا لما بنجيبها من بره فمش هيستخدموا المادة الدهنية الحيواني، لا هنستخدم سمن نباتي، فمش هتبقى حلوة قوي. عندي بقى هنا نص كوباية من الحليب السخن، عليهم معلقة صغيرة من الكاكاو ومعلقة صغيرة من السكر، ونزلتها على الكيكة هنا بعد ما الكيكة بردت تماما. بعد كده هنزل بالطبقة التانية الكورن فليكس مع صوص البيستاشيو اللي انا سخنته على حمام مائي. بعد ما بقى بدرجة حرارة الغرفة هبتدي ان انا اقلب معاه الكورن فليكس، علشان مش عايزة الكورن فليكس يطرى معايا ويفضل لأطول فترة ممكنة مقرمش معايا. انا استخدمت هنا حوالي كوبايه من الكورن فليكس. بعد كده جبت الشوكولاته القابله للدهن، سيحتها على حمام مائي مع معلقتين كبار من الزيت، وبعد كده ضفتها الطبقه الاخيره. في ناس بتضيف اللي هي الشوكولاته الخام، بس انا ما بفضلش حاجه زي كده، لان هي هتجمد وهتبقى قاسيه قوي فمش هتبقى حلوه. فانا بالنسبه لي الشوكولاته اللي هي القابله للدهن افضل بكتير. عايزه اقول لكم ان انا جربت اللي هي بالكنافه، وكلت طبعا اللي انا عملتها دلوقتي اللي هي بالكورن فليكس. فانا بالنسبه لي بالكورن فليكس احسن بكتير، خصوصا انها قعدت معايا 3 ايام وبنفس القرمشه.
كده خلصت حلقة النهاردة، بتمنى انها تكون عجبتكم، وبالهنا والشفا.